محمد نجيب، انما في وسط الملعب تاني نادر الغنداري تروح في الجبهه الشمال في منتهى الخطوره. اكرامي في منتهى الخطوره. الهدف الاول اول لعبه يعملوها من ورا ديفنس النادي الاهلي، يسجلوا مع الدقيقه تقريبا السابعه هدف التقدم. اتعملت الكوره جوه ال 18. زهير اللي النهارده اتحرك كويس قوي في اول 5-6 دقايق، اكتر واحد كان بيتحرك. راديس ادي اللعبه تاني اهي البينيه، وحاله اهمال دفاعي من لعيبه الازرق في اللعبه اللي فاتت اللي لعبوا على خط واحد. اتعملت من وراهم لزهير الزودي اللي بيسجل، انما تمريره من مراد الهزلي هو اللي عملها بشكل حلو قوي، وما كانش فيه تغطيه او رقابه على زهير في اللعبه اللي فاتت. اهي من ورا سعد الدين سمير ومحمد نجيب. فينك يا سعد وفينك يا محمد يا نجيب؟ ويطلع اكرام الراجل يحطها بحرفنه. رمضان صبحي ضغط عليه بلال العيفه. رمضان يلعبها في العمق حلوه. عماد متعب يلا عند حسام غالي. يلا يا غالي حلوه ممكن. جول متعب الهداف، متعب الكبير. يا سلام يا ملعب رادس من الترجي لصفاقس لعماد. حكايه من الاول كاني بلعبها معاهم. بص شوف تاني الاهلي بيعمل ايه. اول ما فتحنا خلاص عماد متعب. يا سلام ايه الراجل ده وجماله. عماد متعب يجي من البيت يجيب اجوان حلوه. انما بص التحرك. يا سلام يا غالي على تحركك وتنوية في الملعب. 1-1. عماد متعب بيسجل هدفه رقم 27 في البطولات الافريقيه، ويقترب من رقم محمد ابو تريكه اللي بيجي ورا الاسطوره محمود الخطيب. انما النادي الاهلي بيطلع حارس المرمى في الثواني الاخيره لسه موجوده. مين اللي يشيل؟ مش ممكن. لسه بقول في الدقيقه الثامنه بيسجل الهدف الثاني نادر الغنداري. رمضان صبحي. رمضان جانا وفرحنا ابو. هل هلالك اهلا رمضان. مبروك للكرة المصرية في ملحمة على ملعب رادس من الترجي وصفاقس. للافريقي بنحبك يا رادس. تحياتي محمد عفيفي معلق المباراة. الى اللقاء في مباريات قادمة. كابتن سيد عبد الحفيظ انتظروه مع الكابتن محمد يوسف والكابتن